اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في برنامج شيكو ابن اللعيبه وال30 مصيبه اللي اوريدي يا جماعه بنشوفهم مع بعض مصيبه. احنا يا جماعه فعلا ساعات بنتحط في مواقف بتبقى بايخه جدا. كفايه بجد يا جماعه، ربنا يستر علينا النهارده. احنا النهارده يا جماعه هنعمل مصيبه مع واحده مش عاديه. احنا النهارده يا جماعه هنعمل مصيبه مع هانم السينما المصريه. هنعمل مصيبه مع مدلين طبر. قلبي يا ناس، يا حسام جاهزين يا رجاله؟ قولوا في الكلاب يا شيكو. ربنا يعدي اليوم ده على خير، استنوني يا ابن اللعيبه. ورجعنا تاني اعزائي المشاهدين حبايب قلبي بعد الفاصل، ومعانا نجمه النجوم مدلين طبر. حبيب قلبي منوره الدنيا. شيك وانت منور والله العظيم بجد انا مبسوط قوي ان انت معانا النهارده، وحاسس كده من قلبي ان احنا النهارده هنعمل حلقه حلوه بس حلوه اخر حاجه. حاسين بكده. ايه ده والله ده العظيم. حضور مشرقط كده. والله العظيم احنا حاسين بكده. كل الناس عايزه تعرف مدلين طبر بتقوم من النوم بتعمل ايه؟ يعني تصحي من النوم تعملي ايه؟ بغسل يعني سناني. تغسلي سنانك تمام. ده اللي بعمله. وبعد ما تغسلي سنانك يوم اجازه بقى عايزين نعرف بتقومي من على السرير بتعملي ايه؟ دخلتي الحمام غسلتي سنانك. اهم حاجه اغسل سناني، بعدين بشرب كوبايه ميه سخنه، يعني مش سخنه يعني بس لازم تبقى دافيه قوي. دي عشان ايه؟ بتغسل كل الدهون والشحوم وات ايفر اللي انت واكله قبل بليله. يعني اصحى من النوم اشرب ميه سخنه لازم بسكر من غير اي حاجه. او بعد كوبايه الميه السخنه بقى ممكن اخد نسكافيه او اخد شاي اللي انا عايزاه. وبعمل رياضه، عندي نص ساعه على الاقل رياضه. ازاي الرياضه بتاعتك معلش؟ أنا كنت بلعب كيك بوكسينج قبل كده، ونحيي البطل الحسيني اللي هو بطل إفريقيا ومصر. ده بجد؟ بتلعبي كيك بوكسينج ازاي؟ مش فاهم معلش. لازم ألف كده وأروح شيطات برجلي. بتلعبي بجد الرياضة العنيفة دي؟ وبعد لما بتلعبي الكيك بوكسينج؟ لا ما بلعبش كيك بوكسينج في البيت يعني تسخين مش أكتر من شوية حركات سويدية كده. بعديها بفطر، وبعد الفطار ببقى حتى بروجرام اذا كان فعلا يعني يوم هادي ما فيهوش قلق ما فيهوش قرايه، لانه احيانا الاجازه في الاجازه بتقري بتقعد تقرا. فبنزل على مكتبه الديوان وبقعد 4 ساعات بشوف اهم كتب طلعت نزلت السوق بحاول اذاكرها. في كتاب للبرادعي نازل رائع. يعني مش عايزين نعمل دعايه للكتب الحلوه اللي قريتها الاسبوع ده. فبقرا لي 4 ساعات، بتغدى، من بعد ما بتغدى بشوف اصحابي، بيبقى يوم كول. طب مين اللي انت لازم تقومي من النوم كده تدي له تليفون؟ يعني مش هو نفسه. اوكي يعني مين من صحابك المقربين ليكي قوي لازم لا تتصل؟ هو بنتي او بنت اختي اللي انا مربياها حبيبتي جورجينا جوجو، بكلمها على الفايبر وبتقولي بتعملي ايه النهارده. لو هي بتعمل طبخه بتقولي مثلا انا بطبخ، اعمل ايه، ازود ايه، مش عارف ايه. تمام. فالسكايب والفايبر وكل التقدم ده في المعلومات خلى الواحد انه عياله وعيلته معاه في بيته خلاص قاعدين مع بعض. قاعدين مع بعض. طب مدلين طبر ايه قبل الثوره وايه بعد الثوره؟ لا طبعا كلنا اتغيرنا. ايه قبل الثوره يعني كنت مش حاسه قوي زي ما بيقولوا كده بكل الالام اللي هي الام الناس اللي حواليا. كنت طول عمري انسانيه، لكن ما كنتش حاسه، ما كنتش داخله البيت المصري. بعد الثوره بقى لو حد مش مات في الميدان، حد ضرب قلم نزلت الميدان؟ طبعا. ما خفتيش؟ لا خاف من ايه، بس ما بنزلش اتصور، مع احترامي الشديد اللي نزلوا صوروهم يمكن غصبا عنهم. بنزل متخفيه، بس بنزل مع مجموعه ومعانا رجاله، لان للاسف مش دايما بتبقى منظمه الحكايه. فبقيت مستفزه باني اي خبر يخليني اروح لابسه الجينز بتاعي وحاطه الكوفيه بتاعتي والنضاره وبنزل. انت في كل حاجه بتستفزك بتنزلي الميدان؟ بعمل ده، وكنت قبل كده بنزل، بس كنت بنزل على الحاجات الجلل. يعني لو دخلت اليوتيوب هتشوفني شايله يفط ونازله ومتظاهرات. يعني انا مش ست حياديه، انا انفعاليه وعاطفيه ثورجيه عاطفيه. الثوره في مكانها في موقعها، مش اي كلمتين ينزلوني، بس لا في حاجات كانت تنزلني. طب انت شايفه ان حال الفن عموما او الفنانين كفنانين بعد الثوره اتغيرنا؟ لا طبعا كل حاجه، ما فيش استحاله ان تقوم ثوره عظيمه زي دي ما تطبعش الناس، ايا كان فنان ولا انسان عادي، تطبعه بحاجه جديده وتاخده في مسار جديد. واقدر اقول لك اني بقيت اكثر حزنا ومكسوره ومحبطه
ده بعد الثوره؟ ده بجد؟ لانه الثوره مش ما خلصتش. انت ليه هي لسه مستمره، الثوره هي مستمره. احنا ما حققناش اللي احنا ابتدينا علشانه. بس لا شك مكسورين ومحبطين، لانه مش ده اللي احنا عايزينه، مش دول اللي يركبوا الثوره. الثوره اعظم من كده بكتير واهدافها بعيده، والثوره مستمره. ايه رايك في الافلام من السينما بتاعت اليومين دول؟ شيكو خلينا اصحاب. ما احنا اصحاب والله العظيم، بس انا عايز اعرف برضو يعني رايك ايه في الافلام اللي بتنزل دلوقتي، افلام السينما؟ بص، قول يا كبير. احنا كفنانين لازم نشتغل، لانه بنحب الشغل بتاعنا. انا ممثله بموت كاني سمكه تطلعها من المي. فعملت افلام. هل انا راضيه عن الافلام دي؟ ده موضوع تاني. بس السينما الحاليه لا تمثل الثوره. يعني انت شايفه الافلام دلوقتي ما بقتش بعد الثوره بقينا بنعمل افلام مش. طب اقول لك حاجه، يمكن احنا عايزين نضحك فبنعمل افلام هلس. اوكي، طب اقول لك حاجه، ايه رايك في الاغاني الشعبي؟ بتسمعي اغاني شعبي؟ طبعا طبعا بحب قوي بهاء سلطان. انا قصدي على الاسفاف اللي بيبقى في الاغاني، او كلام بيبقى فيه ساعات كلام خارج في مزيكا. يعني انت رايك ايه فيها؟ بتحبيها؟ بصراحه لا. بصراحه لا. انا عارفه انت هتوصلني لفين، هتاخد انا بصراحه عايزك تفتحي قلبك وعايزك انا عارفه هتقولي ايه. دي وانا عشان كده بحاول بقى ايه اقول لك اني انا شاركت في افلام انا مش راضيه عنها عشان هتضرب دلوقتي. انت شايفه ان انت موجوده في مكانك صح بصراحه؟ شيكو ناوي على ايه؟ ترارا شيكو ناوي على ايه؟ ترارا لو هنعمل ديو انا وانت. شيكو ناوي على ايه يا ابن اللعيبة؟ شيكو ناوي على ايه؟ شيكو ناوي على ايه؟ شيكو ناوي على ايه؟ شيكو ناوي على ايه؟ يا لهوي. مدلين طبر نعم. تشتغل ببلاش؟ لا، بس بشتغل برقم نص اجر؟ ربع اجر؟ نزلت 25% من اجري، مش ربع اجر يعني. في فنانين بقى نزلوا التحرير ونزلوا الميدان وعملوا كل الحاجات وتصوروا بالعلم وقالوا سلميه سلميه وعلوا الاجر بعد الثوره. انت نزلت الميدان ما كنتش بتتصوري ومش عارف ايه وبرضه نزلت الاجر. يعني هي لازم الدنيا تقوم، يعني مش لازم نفضل نايمين في بيتنا ما نشتغلش. وبرضك اللي ما معوش دلوقتي فلوس بايته احسن من لا فلوس. فلوس بايته احسن من لا فلوس. ايه هتعمل اغنيه عليها؟ لا اصلا يعني فلوس بايته احسن من لا فلوس. لا ما يعني تظبطش الايقاع بتاعها. انا دارسه كونسرفاتوار عشان كده ودني ممكن تجيب حاجات صح. بس انا زعلان والله انا زعلانه، بحاول ابعده عن الموضوع مفيش فايده. فلوس بايته احسن من لا فلوس. رز بلبن. نقعد في البيت. انا بعد كده في كل حاجه ثواني. طيب إيه؟ اجري اولا. ثواني ده احنا بره الهوا. ايه يا حبيبي؟ طب ازاي دلوقتي؟ يعني ازاي دلوقتي؟ في طب إيه؟ ازاي دلوقتي؟ طيب ازاي؟ في ايه؟ شيكو ايه الحكايه؟ ما تسمعونا. طب خلاص انا هحاول اخليها ترقص. حاضر حاضر. احاول ايه؟ اقفي جنبي. مش لا، انت بتقفي في جنب إيه؟ الناس؟ في إيه؟ في إيه؟ بس المنتج تتفقوا على إيه؟ المنتج بتاع البرنامج ايمن عبد المعطي، المنتج بتاع البرنامج بس في يعني مطربه صاحبته تمام هنجاملها. بس هي لما عرفت ان مدلين انت مش قايل لي انه انا لوحدي في الانترفيو؟ مطربه مين اللي جايه؟ هي بس مطربه قريبته عامله كده. ايه قريبته صاحبته؟ معلش ايمن كلمني ما قاليش انه في كده. مين المطربه دي اولا؟ اسمها ايه؟ لسه اسمها ايه يا عمرو؟ ايه؟ طب اعرفوا يا جماعه. طيب اعرفوا لي اسمها ايه؟ طيب يا لهوي. امسك الكروت يا ريس. يلا. فاكر ما بعرفش امسك الكروت دي خالص. يلا يا استاذ. كله تمام؟ صور. يلا. انت كان في ركلام مطربين يا اخي بس يعني مش تفاجئوني على الهواء. انت بقى كان في ركلام مطربين خلاص جيبها هتغني اغنيه بتاعتها وتمشي بقى. كان عاجبينك اللي كنت بترقصي لا على ما كانوش عاجبيني. طيب هنتكلم بقى في يلا يا باشا. يلا 3 2 1 داش. يا ابن اللعيبة. يا ابن اللعيبة. ورجعنا تاني اعزائي المشاهدين حبايب قلبي بعد الفاصل ومعانا نجمة النجوم مدلين طبر.
وزي ما انتم عارفين يا جماعه برنامج الليله مع شيكو ان احنا كل حلقه بنجيب موهبه جديده. النهارده يا جماعه سامحوني مش هجيب لكم مواهب جديده، النهارده يا جماعه هجيب نجمه من العيار التقيل قوي، نجمه التكاتك، نجمه الديجيهات والمهرجانات، نجمه الجازي يا جماعه، نجمه افكك واسمك نصين. نسمع سقفه كبيره قوي لسحر يا جماعه. يلا يا ريس. اكيد موجود بتاع استاذ سحر. اوكي يلا. مكير دويك معلش بس يا دويك ثانيه واحده. يلا يا جماعه. مكير مش عايز يجي يا ريس. اهو بس عشان ايوه عندها التهابات. تمام يا ريس؟ كله تمام. يلا. ايه العبط ده؟ لو سمحت انا تعال. عندي عرق هنا. تعالى دويك تاني. حضرتك هنا بس ماشي. ده مواصلات. 3 2 1 تاك. الله اكبر يا جماعه، والله العظيم مش مصدق نفسي. معانا مدلين طبر وسحر، نسمع سقفه كبيره يا جماعه ليهم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. سحر افكك واقسمك نصين وارجع اركبك تاني. ايه الموضوع الجامد ده؟ عايز اقول لك العيال عندي بيطلعوا من البلكونه افكك واقسمك نصين ولا اوعى وبتاع. العيال مكسره الدنيا بالاغنيه دي والله. وحتى جورجينا بنت اخت مدلين يا لهوي بتموت في الاغنيه، وكل الاطفال يا سحر. ايه الموضوع الجامد ده؟ انا حابه قوي الموضوع ده لما بلاقي الولاد بيندهولي في الشارع افكك واقسمك نصين والحاجات دي. ايه بتحسي لا طبعا ببقى سعيده جدا ان اغنيتي نجحت والاطفال حباها وبترددها طبعا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بجد 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 زي العسل يا سحر. ربنا يخليك يا شيخ. وانا مبسوط قوي ان انت معانا النهارده. بنتي في بيروت وهي راكبه التوك توك بتغنيها. سحر كل الناس بجد عايزين يعرفوا لما عرفوا ان انا النهارده يبقى معايا سحر، عايزين يعرفوا بتصحي من النوم بتعملي ايه؟ يومك بتقضيه ازاي؟ يوم اجازه بقى سحر ومفيش افراح مفيش الحاجات الزحمه دي، يعني بتصحي من النوم بتعملي ايه؟ بصحى اخد النسكافيه بتاعي وبعدين اصبح على ماما واصبح على بنتي وبعدين اجهز فطار بعد ساعتين كده وابتدي اسمع حاجه خفيفه اردد عليها يعني. انا سمعت ان انت كان في حفله في الاردن، كنت هناك في المهرجان وبتاع بتاع الاردن وغنيتي الاغنيه وعملت جو جامد جدا، ومي سليم غنت معاكي دويتو في الاغنيه دي صح؟ بتاعت لا مش ديت، في اغنيه اسمها صعيديه ومخي شحط محط. الاغنيه دي هي اللي غنتها معايا. غنيتيها في الاردن؟ يا ابن اللعيبه. انا حضرت قوي. ممكن تقلعي البلطو لو عايزه. لا خلاص بقى نعمل من اول الدخله عادي. لا معانا قاعده معانا مش تقلع البلطو لانه ده حر قوي جدا. انت خلاص انا هخلص الشوط الفاضل وخلاص يعني. سحر مدلين ما وراش حاجه، انت عشان لا انا عندي شغل. انا عايزه اخلص. ده ايه ما ورايش حاجه. مش قصدي يعني ممكن تستعملي. طب يلا نخلص الاغنيه دي بقى. يلا يلا 3 2 1 تاك. يلا بقى جامد. ادينا حته كده. ايوه حلو الاداء ده. حته بقى يلا. احلى شيكو. افكك واقسمك نصين وارجع اركب تاني واخرك حاجه من الاتنين يا شيكو اوعى تنساني. انا وزة دماغي حلوه ما تاخدش في ايدي غلوه. انا وزة دماغي حلوه ما تاخدش في ايدي غلوه. واخداها كعب داير وما تشغلنيش دواير. الحب مش في وارجع اركبك تاني واخرك حاجه من الاتنين يا شيكو اوعى تنساني. عايزين نسمع سقفه كبيره يا جماعه سحر. اعزائي المشاهدين فاصل واستنونا لسه ليله سخنه. ايه ده انت بترقص؟ عايز اقول لك بطلوا الرقص الرجاله. بتفرهدني دويك. لا ما يصحش الرجاله بتفرهدني ترقص، ما اقسم بالله. يصحش. سحر بسمع الاغنيه دي بتجننك. بروح. كوافير يا جماعه كوافير.
كوافير ايه بقى يا جماعه؟ لا غير، ولو سمحت فين المكياج؟ انا مش عايزه اللي انا هفكك دلوقتي واسيبك نصين. شايفه كده الحكايه اني ليه؟ همشي معلش. لا 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 ليه؟ خلصوا الوصله كده براحتكم. لا لا خلاص وان شاء الله يعني هتلاقيني بره. يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة. ايه الجو ده؟ افكك واقسمك نصين. حلوه قوي دي. شايفه معلقه ازاي معاكي؟ عسل، كل الاطفال عسل. بيحبوها. واحد كده يفك اللي معاه كده ويقسمه نصين في الزمن الاسود اللي احنا فيه. والناس بتخبط على الباب عادي. هو احنا تحت الهوا ولا فوق الهوا ولا في ايه؟ يلا يا جماعه، احنا فين يا جماعه؟ مش ملاقيه. كنت عايزه اي حبه صداع. فين هشام بتاع الاعدادي والجماعه؟ طب خلاص اوكي تعالى. انا عايزه نسكافيه لو سمحت. انا مصدعه، عايزه اي حبايه كده مسكن. تعالى يا احمد. لقيت شكرا. يلا خلص بقى يا شيخ، أجيب لك والله ميه سكر؟ يخليك. لا خلاص. سحر بجد بتفرهديني لا وانا بسمع بتفرجيني، الاغنيه انت دي. ما رقصتش زي المره اللي فاتت لما كنا في الحفله مع بعض. يلا يا جماعه، يلا يا استاذ. افكك واقسمك نصين وارجع اركبك تاني يلا يلا يا جماعه ايه؟ يا ريتني كنت جيت بالعبايه صورت بدل اللبس ده. معلش. يلا يلا ده اصل هي سحر واخده لوك اتفضل، العبايات، اتفضل، بتغني اتفضل. بالعبايه. الله، شيء جميل. بتغني بالعبايه والله. ياه تحفه. بس ما بحبش العريان بصراحه، رافضه والله العظيم. الموضوع ده. ما بصي، بحبش في- اعري اي حاجه. بتلبسي العبايه. احب بصي ابقى جايه متكفنه. بطقم انا اهلي الصلاة. سمحوا لي وانا كده بصي جايه بصراحة. بطقم الصلاه ازاي؟ بصي. لا والسبحه في الشنطه والله. صور. يا لهوي. 3 2 1 داي. سحر لما بتغني بالعبايه بجد الناس بقى والتجار والمعلمين بقى بيقولوا لك ايه؟ والله انا بلبس زيهم، وانا اخترت اغني شعبي واغني من خلال ولاد البلد بس. الله. فما يهمنيش لا الستايل ولا ذوق الستايل الحقيقه. بتوع ايمج لا احنا. مش انا خالص. احنا بتوع بصراحة. العبايات. احنا ولا بيجي بيروح ويجي يا معلم. لا البسي، طب البسي لبسك الطبيعي، طب كتف، لا ما عنديش الكلام ده الحقيقه، ما بحبش انا الكلام ده. ولما رحت الاردن يا سحر كان في البحر الميت كان في طينه وبتاع، عملتي تان بالطينه وكده؟ البحر الميت طينه؟ اعمل ايه بالطينه؟ حطيتي طينه على جسمك؟ ليه احط طينه على جسمي؟ الطينه مضره؟ الطينه بتقشف اول حاجه يعني. وانا الحمد لله مش محتاجه ان انا لا اعمل لا طينه ولا مسكره. انت ليدي عايزين نسمع سقفه كبيره والنبي يا جماعه نسحر ومدين صبر. لا مدين. نعم. انا اخدت حبه صداع ما معيش غيرها. يا ابن اللعيبة. يا جماعه بوفيه، يا جماعه بوفيه. بوفيه ايه؟ انا ما شفتش البوفيه ده من ساعه ما جيت من ربع ساعه ولا نص ساعه. خدي. لا خدي ايه؟ ما بشربش مكان حد، ما انت مطرب وفاهم. موبايل سحر بيرن بجد. مش عارفه راح فين. الشنطه دي تحفه. سحر كلميني بقى على الاغنيه الجديده اللي انت داخلاها في الفيلم بتاعك. الاغنيه الجديده بتقول صعيديه ومخي شحط محط. يعني وبعدين بقى يعني اقول حته منها كده من غير مزيكا عشان مش هيعرفوها. يلا بقى سمعينا يا كروانه. لا واللبانه في بقها. طب اديني لبانه، معاكي لبانه؟ خليها في ايدك وبعدين بتحطيها في بقك. لا دي بتاعتي هرميها، بس ما فيش حاجه ارميها. طب اديني لبانه لو معاكي. اهي اديها اللبانه بقى. لبانه ده كلنا بقى سماره، لبانه نطرقع. سماره. ايوه كده. تلبس عبايه وبتاكل لبان سماره. شوفي اللوك. يلا بقى نجمه سمعينا ايه الجديد. ممكن اقول اغنيه انا معلمه. انت معلم طبعا يا جامد، وعايزين نسمع سقفه كبيره للمعلمه سحر. سقف المعلمه سحر. يا ابن اللعيبة. اوعى تكون بتاع امك ولا بتقول يا مامي. هتجنن واشرب من دمك واقوم 100 محامي. انا معلمه يا معلم، اسمع علشان تتعلم. مش هز حواجب ولا تتعاجب، انا عايزه راجل صح مش راجل نص كوب يقول انبه وما.
كبيره يا جماعه لسحر. اما مدلين طبر، جه وقت التقييم، رايك ايه في سحر؟ ايمن اغنيه انا سحر. قلت لك هقول رايي بصراحه، وشوف بقى لو تعرف انت تعرضه ولا لا. مفيش حاجه جابت البلد ورا غير افلام العشوائيات والكلام المسف الهابط والرجاله اللي بترقص في مالهم الرجاله بترقص؟ مالهم الرجاله بترقص؟ بس انا عايز اقول لك حاجه، افكك واسيبك نصين. بصي عايز اقول لك وربنا بنهزر معاكي، والبرنامج ده اسمه شيكو ابن اللعيبه وال30 مصيبه. قلبي يا ناس، احساس. الحمد لله رب العالمين جت سليمه يا جماعه وجت في مدلين طبر. عايزين نسمع لمدلين سقفه كبيره وطاقيه جديده اهي. مدلين بجد الكاميرا معاكي بقى وتقولي ايه؟ والله دمك خفيف حبيبي. انا كنت قلت عمري ما هطلع في برنامج مقالب لاني خلاص ما بحبش المقالب، بس ده مقلب لذيذ وصحة صوتك حلو. ربنا يستر. بس انا بجد بعنيها. الكلام المسف والرجاله اللي بترقص بالله بالظبط ده عيب، وافلام العشوائيات هي شاركت في انه جابتها لورا. عايزين نسمع سقفه كبيره يا جماعه المدين. وصباح الفل يا رجاله.